يعني صراحة ما مخول يعني الحديث عن الزيارات، ولكن نعم يعني ناخذها من الجانب السياسي. نعم هذه الزيارة نعم بكل تأكيد اليوم يعني كتلة الإصلاح نعم عنوانها الأبرز هو يعني كتلة السائرون. نعم. وكتلة السائرون موقفها ثابت وواضح. نعم. بأن تكون الحكومة يعني حكومة مهنية، ويكون الوزراء اللي فيها وزراء غير متحزبين. نعم. فمسألة إقناع يعني سماحة السيد مقتدى الصدر يعني فيما يتعلق بالفياض، نعم، هي صراحة مو محض يعني نقاش في الوقت الحاضر. نعم. خصوصا أنه مسألة التأخير نعم في اعتقادي أنها تحت ملف. نعم. هنالك توجه آخر. نعم. شخصيات أخرى يعني نعم تكون قريبة من الحي الشعبي. نعم. وبالتالي ذهاب الأخ المهندس يعني هو من هذا الباب. نعم. تقريب وجهات النظر. نعم. واختيار شخصية تكون بهذه المميزات. نعم. حتى يكون توافق، لأنه يعني ما أتوقع أنه راح يصير يعني تشكل حكومة نعم بكامل أعضائها خلال هذا الشهر. قد تؤجل ما بعد فصل التشريع الأول. نعم. فضلا عن ذلك مو فقط هي كتلة الإصلاح أو سائرون نعم يعني مهتمة بهذا الموضوع، أكو شركاء آخرين يعني متمثلين بالنصر يعني جزء من النصر طبعا والحكمة والوطنية. والشركاء أيضا الآخرين اللي عندهم رغبة في تمثيلهم في وزارة الدفاع. كتلة المحور الوطني. وعليه فهذه هي يعني عبارة عن مفصل من أو مشهد من مجموعة يعني مشهد التكامل. صورته النهائية شلون تشكل حكومة قوية قادرة أن تعالج كثير من الملفات والمشاكل اللي عاناها العراق بالسنوات 16 وأصبحت بعض هذه المشكلات صراحة يعني تتطلب جهد كبير وتوافق وطني للتخلص من هذه الملفات، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات. وهذا طبعا مو شيء سهل بكل تأكيد. لكن أكو مؤشرات وبدايات إن شاء الله تكون يعني إيجابية إن شاء الله بوجودكم سيادة النائب. احنا جدا ممتنين من حضرتك وشاكرين تعاونك ويانا. شكرا جزيلا سيادة النائب. أشكرك. الله يحفظك. مع السلامة. في أمان الله وحفظك. السلام.